وانا عايز اقول لك حاجه، انا واحد اهلاوي من ضمن الاهلاويه كتير جدا اللي بيحبوا نادي الزمالك، ما تستغربش من اللي انا بقوله لك. لان النادي الاهلي دايما لما بيقع اول نادي بيقف جنبه هو نادي الزمالك. بيخسر لك، بيتعادل لك، بيعمل لك مشاكل جواه بقى علشان اللعيبه ما تاخدش فلوسها وما تاخدش مستحقاتها، والمدرب يتخانق مع اللعيب. بص يعني الاهلي انت بس مالكش دعوه يا باشا، والزمالك هيساعدك بكل ما تحمله الكلمه من معنى. مش هيسيبك، الزمالك عمره ما ساب الاهلي. وشفناها كتير بقى في مواسم كتير جدا، الزمالك دايما الاهلي ممكن يتعثر، ممكن تجيله وقعه كده او كده، ولكن الزمالك ما بيسيبش الاهلي. وده اللي حاصل اهو. يعني الزمالك لو كان كسب ماتش الجونه اللي قبل ماتش الاهلي، الزمالك لو كان خلص ماتش الاهلي بالتعادل، الزمالك لو كان كسب النهارده غزل المحله، الاهلي ما كانش هيدخل في المنافسه على المركز الاول. كان الزمالك كان زمان حاليا الزمالك هو المتصدر، لان الزمالك كان هيكون عنده 20 بونت. ولكن الزمالك النهارده بيخسر نقطتين امام غزل المحله بعد تعادله بنتيجه 1-1. اقع يا اهلي والزمالك هيساعدك.